هلو هلو، يلا يا حبايبي نعمل كده الباكت الفرنساوي او عيش السندوتشات، عيش المدارس اللي بيتجاب من المحلات او الافران او الهايبرات بسعر عالي قوي. هنعمله في البيت بتكات كده وحاجات بسيطة ينجح معاكي، ونفس الطعم ونفس القرمشة من بره والطراوة من جوه. العيش اللي الكل بيعشقه يعيش معاكي، وطعمه حلو وطعمه مميز ومختلف خالص عن العيش الفينو. لا هيفرول ولا هيقطع منك ولا هيتبهدل منهم في اللانش بوكس ولا اي حاجة. يلا جربوا الوصفة وقولوا رأيكم في الكومنتات لو عجبتكم، ولايك من ايدكم الحلوة ديت عشان الفيديو يترفع. معايا نص كيلو دقيق، معلقة كبيرة سكر، معلقة كبيرة خميرة، نص معلقة ملح. دي معلقة زبدة مسيحاها، ممكن تحطي بدلها زيت، تحطي بدلها سمنة اللي متوفر عندك. كوباية مية دافية شوية، يعني أزيد من الدافية بشوية. ليه عايزاها؟ لأن هي دي اللي هتعلي لي المعجنات. أنا مش عايزة المعجنات فاضية من جوه وهشة، لا أنا عايزة الرغيف رغيف زي الباكت اللي بنجيبه كده، بيبقى فيه قطمة يعني. السر قلبتهم كده، والسر بقى معلقة خل وعليها نص معلقة بيكنج صودا أو بيكربوناتو، ودوبتهم حلو وحطيتهم على العجين ده اللي بيدي طراوة ونعومة للعجينة من جوه. قلبت كده بإيدي، بس أنا هنزلها في الكبة أو في العجان تاخد لفتين كده عشان أنشط الجلوتين اللي فيها وأنعم العجين. خلاص، لأ ممكن تعمليها بإيدِك عادي كده. أنا نعّمت العجينة، عجينة طرية مش طرية أوي ما بتلزقش في الإيد، وفي نفس الوقت ناعمة. هالمّها بقى واغطّيها واسيبها تخمر، ونشوف بعد ما تخمر هنعمل إيه فيها. بعد ما خمرت ساعة، ساعتين، 3 ساعات حسب المكان اللي أنتِ بتخمّري فيه. تخمير الشتا غير الصيف، غير ما تخمّري في الفرن، غير ما تخمّري في مكان دافي، آآ أو في ميكروويف مدفّياه أو فرن مدفّياه، كل ده بيفرق. لمّا تلاقي حجمها اتضاعف يبقى كده خلاص. شوية دقيق عشان العجينة بتلزق خفيف في الإيد، وهابدأ أكوّرهم بالمنظر اللي أنتم شايفينه ده. النُص كيلو بيطلع ما بين 12 ل13 ل14 رغيف حسب ما بتعملي الحجم بتاعِك. ورقة زبدة، وهابدأ بقى فرشتها كده في الصينية، وممكن تدهنيها زيت أو تدهنيها زبدة الصينية لو ما عندكيش ورق زبدة. هاخد قطعة من العجين وهابدأ أفردها على دقيق، وهابدأ بقى أعملها رول، بس رول هاقفل طروفه حلو زي ما إحنا شايفين كده. بافردها حلو، عشان كل ما بافرد حلو كل ما بتدّي معايا طبقات، وهابدأ أضغط، 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 وهابدأ في الآخر ألحمها. طيب اللحام العجينة بتاعتِك طرية هيلحم معاكِ بسهولة، عجينتِك ناشفة شوية وده ما ينفعش في المعجنات الهشة، بتبلي إيدِك مَيّة وتحطيها على الطرف وتتني. قفّلت الطرفين وعملت كده رغيف، وحاولت أعمل كل العيش قد بعضه. هاعمل حبّة كده وحبّة كايزر. الكايزر برضه بافرده بإيدي كده، ولازم أدخّل فيه هوا وأقوم لمّاه من تحت، وادوره بقى ما بين ايديا. ما بعملهوش كوره كده اقوم حطاها، لازم افرغها الاول، ابططها واعملها كده. حطيته اهوت. الخطوه بقى اللي بتاعت الباجت السر بقى اسراره يعني، انك بتجيبي حله فيها ميه بتغلي، وبتحطي فيها معلقتين بيكنج صودا او بيكربوناتو، وبتنزلي فيها العجين. بعد ما بتعمليه كده بتسيبيه بس ربع ساعة وتبدأي تحطيه، مش بتسيبيه يخمر، لأنك لو خمر هتيجي تمسكيه وتحطيه هيهبط. فانت بتخلصي وتشتغلي على طول. فهحطه بقى كده نص ساعة، والمفروض تطلعيه على مصفى أو على شبكة. هو بيقعد في المية حوالي ما بين نص دقيقة لدقيقة كده حسب المية بتاعتك. وبستنى المية تسخن كل مرة عشان أحط رغيف، يعني مش بحط المية تبرد، لأ أسيبها تسخن شوية وبعدين أحط الرغيف علشان ما يهبطش. بتطلعيها تحطيها على ورق زبدة، ويفضل بلاش ورقة الزبدة عشان بتلزق. انتي ادهني زيت او صفي العجينة على مصفى حلو، او على شبكة فرن تنزل كل السوائل اللي فيها، وبعد كده بترصيها في الصينية مدهونة او على ورق زبدة بقى. وتبدأي بسكينة مشرشرة او قطر او اي حاجة حامية يعني، او موس العجين، وتبدأي تعملي الفتحات دي. الباكت لازم فيه الفتحات دي يا جماعة، لأن الفتحات دي بتدي طبقة القرمشة اللي بتبقى في القطمة من بره، واللي في القطمة من تحت، ومن جوه العيش طري.
وبرده الكايزر بتحطي كده عليه علامة زائد كده من النص، ونفس الحكاية بترشي عليه سمسم، ترشي عليه حبة البركة، ميكس بين الاتنين براحتك. هنا بقى هو طبعا مش هيخمر لان هو خد نص سلقة في المية، يعني هتسيبيه يخمر ايه؟ مش هيخمر. يعني يا دوبك على ما تعملي الحاجات دي بتولعي الفرن درجة حرارة عالية قوي وبتبدأي تدخليه، بيطلع معاكم بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده. هو هنا كده كان لازق فيه كام رغيف لزق، بس انا سلكتهم عادي يعني بالراحة، لما بيبرد بيطلع معاكي بسهولة. خلاص، واشوفكم يا رب على